هل توصل لمرحلة إن ممكن الابن أو الابنة يطلعوا على الملأ ويجيبوا في سيرة أهاليهم وباباهم ومامتهم اللي مربيينهم؟ السلام عليكم. موضوع امبارح صعب جدا جدا بصراحة. امبارح لقيت فيه بنوتة طالعة على السوشيال ميديا، طالعة بتتكلم بتغلط في والدها، ايا كان المسميات بقى ايه، مش بحب اقول اسماء يعني. بتتكلم على والدها، بتسيء اليه، بتطلب من الناس ان هم يغلطوا فيه معاها. يعني وضع غريب، انا ذهلت جدا. كل ده ما بيصرفش عليا وسايبني جعانه ومعرفش ايه والكلام ده كله. انا عايزه اتكلم في نقطتين اتنين. اول نقطه، حتى لو سايبك جعانه، حتى لو ما بيصرفش عليكي، مشاكل البيت بينكوا وبين بعض، يعني انت كبيرة وناضجة، يعني 20 او حاجة و20 سنة. هل توصل لمرحلة ان مهما ابويا عمل فيا انا افضحه على الملأ بالطريقة دي؟ يعني هل ينفع ان انا اطلع اغلط فيه واطلب من الناس ان هم كمان يغلطوا فيه؟ احنا ده يعني علامة من علامات الساعة. مشاكلك، مشاكل البيت ما تطلعش بره، اتناقشي فيها مع والدك بينك وبينه، ازعلي منه، عاتبيه، اعملي اللي انت عايزاه بينك وبينه. لكن مش هطلع لايف قدام الناس كلها واغلط في ابويا اللي رباني، ما عملش اي حاجة حلوة في حياته. ده لو ايه بالذي، لو ايه بالذي، لو والعياذ بالله كافر، تبريه على قد ما قدرتك وخلاص. لكن ما عملش اي حاجة حلوة يخليكي تفتكريها له. دي اول نقطة، ان سواء حتى لو سايبك، حتى لو ما عملش اي حاجة في حياته حلوة ليكي، ما ينفعش، مش من حقك ان انتي تفضحيه على الملأ بالطريقة دي. تاني نقطة بقى، وده الأهم، أنا لما دورت في الموضوع لقيت إنه هو لأ، صارف عليها ومعلمها ومربيها لحد أما اتجوزت. كل القصة إنه بعد الجواز شال إيده وقال خلاص بقى أنت اتجوزتي، أنا مش هقدر أصرف عليكي. طب ما ده فعلا دي حقيقة. يعني أنت كده ظلمتي والدك، ما